اهلا بيكم، ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل حاجه مختلفه، جوله جديده في ميلانو. هنشوف اهم واشهر الاثار الموجوده في ميلانو. لو حابب تتابع معايا الجوله دي تابعني للاخر. دلوقتي هناخد المترو مع بعض عشان نروح ميلانو. ننزل دلوقتي للدومو. vediamo. استعدوا دلوقتي نشوف أضخم وأحلى كاتدرائية في إيطاليا، وإحنا دلوقتي رايحين على كاتدرائية الطفلة مريم أو الدومو. إحنا هنا أهو في ساحة الدومو. طبعا زي ما انتم شايفين منظر رائع، هتلاقوا يعني حمام كتير جدا على الأرض، شايفين؟ وطبعا عادي جدا ان انت تبقى واقف كده وحمامه تخبط فيك، فمفيش مشكله. فبس الفكره بس ان انت تخلي بالك، زي ما انتم شايفين كده الحمام بيطير في كل مكان. وطبعا من اكتر الاماكن اللي بتتزار في ميلانو هي ساحه الدومو او كنيسه الدومو. انت ممكن تيجي تدخل كنيسه الدومو او كاتدرائيه الدومو في اسانسير فوق وفي تراتسا، وطبعا هتشوف كل العظمه اللي موجوده هنا. بما اننا في ميلانو وفي الدومو قدام كاتدرائيه الدومو، عايز اقول لك ان الدومو اتبنى تقريبا من 600 سنه. فطبعا اتبنى من 600 سنه وخد 600 سنه لغايه ما خلص. يعني فتره بناء الدومو من اكتر من 600 سنه، يعني من بالظبط سنه 1386 بدأ العمل في بناء الكاتدرائية الضخمة دي، وانتهى بعد 600 سنة، يعني تقريبا سنة 1900 ميلادية. يعني طبعا 6 قرون عشان يبنوا الدومو. بس طبعا أول ما نقرب ونشوف قد إيه العظمة اللي اتبنت بيها الكاتدرائية دي أو كاتدرائية الدومو، هتعرفوا طبعا إن السنين دي يعني ممكن نقول قليلة. طيب لو احنا حابين نقرب شوية على الدومو ونشوف قد إيه الدومو جميل، فيلا بينا. كاتدرائية الدومو من أجمل الكاتدرائيات في العالم، تعتبر ثالث كاتدرائية كبيرة في أوروبا كلها أو في العالم. أول كاتدرائية كبيرة في إيطاليا هي كاتدرائية سان بيترو في روما، وتاني كاتدرائية هي كاتدرائية الدومو اللي زي ما قلنا قبل كده إن هي مخصصة للطفلة مريم أو السيدة العذراء. تعالوا نقرب شوية ونشوف قد إيه العظمة بتاعة كاتدرائية الدومو. يلا بينا نقرب كده شوية ونشوف قد إيه الكاتدرائية جميلة، لأن الكنيسة دي مخصصة للسيدة العذراء. ما يميز كاتدرائية الدومو زي ما انتم شايفين التماثيل الكتيرة جدا، أكتر من 4000 صورة وتمثال. لو قربنا مثلا على صورة زي كده، بصوا العظمة والدقة، يعني النحت رائع. شايفين دي صورة تانية أو تمثال يعني منحوت، شايفين الجمال. ولو قربنا كمان على الباب، يعني في تفاصيل، معمول تفاصيل رائعة، يعني مثلا زي كده، يعني شايفين بطول الدومو كله. طبعا من أعظم البوابات اللي ممكن تشوفها هي بوابة الدومو. بصوا قد إيه البوابة رائعة. طبعا فيها تماثيل كتيرة جدا بتوصف أحداث كتيرة في الكتاب المقدس. يعني مثلا هنا لو قربنا شوية هنلاقي صورة السيد المسيح وهو بيحمل الصليب. فدي صورة للسيد المسيح وهو
بيحمل الصليب. ولو طلعنا فوق شوية هنلاقي صورة السيد المسيح وهو بينزلوه من على الصليب. الصورة اللي بعد كده هتلاقوا السيد المسيح وهو مربوط في العمود عشان يجلدوه. ادي اهو السيد المسيح. طبعا الجزء دوت يعني زي ما انتم شايفين كده بقى نحاسي شوية، لان الناس بتيجي تلمس الجزء ده، بيلمسوا الجزء ده كده، فطبعا من كتر لمس الجزء ده اتشال من عليه الطلاء اللي كان موجود عليه واصبح بالشكل ده. لو طلعنا فوق شوية كده هنلاقي صورة كمان للسيد المسيح زي ما انتم شايفين كده، صورة للسيد المسيح وهم بينزلوه من على الصليب. وهكذا كل صورة. هنا صورة السيد المسيح واضحة جدا وهو مصلوب، ودي صورة كمان للسيد المسيح في حدث من ضمن الأحداث بتاع الكتاب المقدس. لو قربنا تاني هنلاقي مثلا هنا ده الملاك لما ظهر للسيدة العذراء بيبشرها بميلاد المسيح. هنا صورة كمان للسيدة العذراء والسيد المسيح ويوسف النجار والملائكة. هنا الطفل المولود زي ما انتم شايفين كده. طبعا أحداث كتيرة، كل صورة من الصور دي بتدل على حدث موجود في الكتاب المقدس زي ما انتم شايفين. طبعا يعني تخيلوا بقى كمية المجهود والتعب والوقت اللي خدوا بس الباب ده أو البوابة دي عشان يعملوا كل التفاصيل دي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يا الله، حاجة يعني عظمة. طبعا الناس كلها بتيجي هنا تتصور، وزي ما انتم شايفين اهو يعني البنت دي مسكت اهو التمثال زي ما انتم شايفين من هنا، فهو الطلاء بتاعه اتشال. انتم شايفين تماثيل ضخمة جدا. دي بوابة الدوومو، الواجهة بتاعة الدوومو، تماثيل ضخمة. والجميل كمان ان هي معمولة بدقة يعني شديدة. طبعا هنا عشان تدخل الدوومو لازم تاخد تيكت او تقطع تذكرة بليتو. كل دول طابور ضخم طويل مستني عشان يدخل يشوف الدوومو من جوه. من ضمن الحاجات الكتيرة اللي مشهور بيها الدوومو هي العمدان. يعني زي ما انتم شايفين كده في عمدان ضخمة كبيرة جدا قايم عليها الدوومو، وفوق كل عمود زي ما انتم شايفين كده في تمثال لشخصية معينة. وأعلى تمثال في الدوومو اللي انتم شايفينه فوق دوت هو تمثال الست العذراء، بما ان الكاتدرائية مخصصة او مكرسة للسيدة العذراء. التمثال ده اسمه لا مادونينا او العذراء، والتمثال دوت طوله اكتر من 4 متر، وهو اعلى قمة في كاتدرائية او كنيسة الدوومو. زي ما انتم شايفين كده ده اعلى قمة في الدوومو. طبعا لما بتطلع على السطح انت ممكن تقرب وتشوف قد ايه التمثال كبير وقد ايه التمثال رائع. تقريبا في كل عمود من الأعمدة أو في كل جنب من الدوومو في تمثال، عدد كبير جدا من التماثيل. وطبعا كل تمثال ليه قصة، كل تمثال بيعبر عن شخصية معينة في حياة السيد المسيح وفي حياة السيدة العذراء. باب تاني اللي فيه الأشنسورة، اللي فيه الأسانسير، ممكن تطلع من هنا.
ده كده الجزء الخلفي من الدومو أو من كاتدرائية السيدة العذراء. طبعا من ضمن الحاجات الجميلة برضو في الدومو، بس دي بتتشاف من جوه، هي الشبابيك بتاعة الدومو. الشبابيك بتاعة الدومو دي زي ما انتم شايفين، يمكن مش ظاهر قوي في الفيديو، انما هي فيها صور ملونة، في برضو صور كتيرة جدا. اول ما بتيجي الشمس فيها فبتعمل منظر رائع، يعني من جوه تشوف قد ايه الصور دي بتظهر من غير نور. تقريبا في كل ناحية من نواحي الدومو في مخرج للمترو، عشان طبعا يسهلوا على السياح ان هم ييجوا ما يلفوش كتير، بتطلع من فتحة المترو على طول تبقى قدام الدومو. رجعنا تاني لواجهة الدومو. احنا كده وريتكم كل الدومو من كل النواحي او كل الجوانب بتاعته. وده شكل البياتسا ديل دومو او ساحة الدومو اللي اتسمت باسم الكاتدرائية من قدام الدومو. زي ما انتم شايفين قد ايه الناس، طبعا يعني في اوقات تاني بتبقى ناس كتيرة جدا اكتر من كده بكتير. يعني انا جيت في يوم عادي خالص مش اجازة، بس برضو الدومو مليان بالناس او بالسياح من مختلف الجنسيات من كل انحاء العالم عشان يشوفوا قد ايه جميلة ميلانو، قد ايه جميل الدومو دي ميلانو. كاتدرائية الدومو من اجمل الاماكن اللي ممكن تزورها في ميلانو بل في العالم كله. كاتدرائية الدومو اتبنت من تقريبا 600 سنة، سنة 1386، وقعدت تقريبا 600 سنة عشان يتم بنائها. بدأ البناء في كاتدرائية الدومو سنة 1386 وانتهى سنة 1900، يعني تقريبا أكثر من 600 سنة عشان ينتهوا من بناء هذا الصرح الضخم، كنيسة الدومو أو كاتدرائية الدومو. ودي كانت جولتنا من ميلانو، وبالتحديد من قدام كاتدرائية الدومو أو كاتدرائية السيدة العذراء. أتمنى لو كانت الحلقة دي عجبتكم، جولة في ميلانو بالتحديد من كاتدرائية الدومو أو كاتدرائية السيدة العذراء، يا ريت تشجعوني بلايك وشير وكومنت، وتقولوا لي عايزين تزوروا إيه تاني في إيطاليا، إن شاء الله نعمل فيديو ليه. تشاو.